دي شكلها كده بعد ما خلصت. شايفين قد ايه هي هشه وجميله. مع بعض دلوقتي كيكه الرواني او كيكه البسبوسه. اول حاجه معايا 3 بيضات بحراره الغرفه، عليهم كوبايه سكر مع كيسين فانيليا بودر. لو عندك فانيليا سايله ممكن تحطي معلقه، مع كوبايه عليهم كوبايه زبادي. وهضرب بقى كل ده في الخلاط وارجع لكم. بعد كده هضيف نص كوبايه زيت. انا هضيف هنا نص كوبايه جوز هند. في ناس بتحط الجوز الهندي مع الدقيق والسميد، انا بحب اضربه في الخلاط عشان خاطر الجوز الهندي ينزل الزيت بتاعه فبيدي ريحه حلوه جدا. فدي انتي براحتك يعني، دي خطوه اختياريه يعني. هضيف بقى المكونات السائله. معايا هنا كوبايه سميد مع كوبايه دقيق هضيف عليها معلقه كبيره بيكنج باودر مع ذره ملح، واقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. بعد كده عندي صينيه مدهونه هنزل عليها زي ما انتوا شايفين. الخليط بيبقى يعني مش سايل، بيبقى ناشف شويه عشان خاطر اول ما بيطلع من الفرن انا بسقيه بالشربات. اول ما تطلع كده من الفرن وهي سخنه هسقيها بشربات بارد. شايفين شكلها. بعد كده هزينها بقى بجوز الهند.